عسلامة ومرحبا بكم. صحة شريبتكم ورمضانكم مبروك. اليوم في الحلقة الأولى من سلسلة خواطر صيدلانية باش نحكي لكم بطريقة سهلة وسريعة كيفاش نتناولوا وجبة الإفطار والسحور بطريقة متوازنة تسمح لنا أن نستفادوا أكثر ما يمكن من صيام شهر رمضان. هوني ما نوعدكش أني باش نعطيك الوصفة السحرية للتخسيس اللي هي صالحة لجميع الأعمار والأوزان، ولا نقولك راك باش تخسر 20 كيلو في آخر شهر رمضان. لكن اللي نضمن هونك اني انا باش نحاول نعطيك طريقة اكل متوازنة ونمط غذائي صحي اللي باش يسمح لك انك تحافظ على الاقل على وزنك، وتسمح لبدنك باش ينظف روحه ويتخلص من السموم والشوائب اللي تلمدت فيه طوال 11 شهر الماضية، وعلاش لا يتحفز ويحرق كمية من الدهون. خلينا نبدأ. كسر الصيام باش يكون على كعبة أو 3 كعبات تمر ومعاهم كاس ماء. أنا ننصح أنها تكون كعبة تمر واحدة، ونقوم بمضغها بالباهي باش نجمو نستخلصوا جميع المعادن والسكريات اللي في وسطها. السكريات هذه باش تقوم بتنبيه المخ باش يحفز الجهاز الهضمي باش يستقبل الطعام. من بعديك ناخذ فترة راحة ما بين 5 إلى 15 دقيقة. الفترة هذه مهمة للتنشيط التدريجي لغدد الجهاز الهضمي باش نتفاداو جميع مشاكل سوء الهضم اللي أكثرنا يعاني منها في شهر رمضان. من بعد يجي دور الشوربة والسلطة. والسلطة ماذا بيها تكون غنية بالمكونات الخضراء كيف الخس والجرجير. من بعديك يجي دور الطبق الرئيسي، نبداو فيه بالبروتينات كيما اللحم والحوت، الدجاج، البيض، ومعهم الخضرة، وبعديك نكملوا بالنشويات اللي هي الروز والكسكسي والمقارونة. شنو مازال آخر؟ البريكة. البريكة نجم ناخذوها برشا طرق مختلفة. بريكة مقلية في الزيت، وقتها نستعملوا مندى الورقية باش يتشربوا أكثر ما يمكن من الزيت. نجموا زيادة نحضروها في الفور، وإلا نستعملوا أوراق بريك المصنوعة من الفرينة الكاملة. البريكة تتاكل مرة كل 4 أو 5 أيام، وحتى مرة في الأسبوع يكفي. وماذا بينا نقصوا من المقليات في رمضان على خاطرها تقلق المعدة وتعطل عمل الجهاز الهضمي. الخبز ماذا بينا نبعدوا على الخبز المصنوع من الفرينة البيضاء، ونعوضوه بالخبز اللي مصنوع من النخالة أو من فرينة القمح الكامل. القهوة وقتاش نشربوها؟ أكثرنا بعد ما نشقوا فطرنا بشوية نحسوا بنوع من الكسل والخمول والرغبة أن نرقدوا، ونبدأ نلوجوا على القهوة كمنشط ومحفز. القهوة ماذا بينا نشربوها ساعتين بعد الأكل باش ما نعطلوش عملية الهضم، تكون من غير سكر أو فيها شطر مغرفة سكر كامل، وبالطبيعة ما ناخذوش معها حتى حلويات. ثم برشا عباد تحب ما بين 10 ونصف الليل تاخذ وجبة ثانية. الوجبة هذه شنو تنجم تكون؟ عندنا برشا اقتراحات. يا إما ناخذ طبق من السلطة ومعه بروتين كيما العظم أو اللحم، وإلا ناخذ شوية فواكه جافة كيما الكاكاوية، اللوز، قلوب عباد الشمس، قلوب القرع إلى غير ذلك، وماذا بينا ما يكونوش طيبين ياسر وتقريبا نيين. وإلا ناخذ قطعة من المرطبات. هوني ماذا بيا نعطيكم طريقة سهلة وبسيطة نحتسبوا بها الكمية من كل مكون اللي احنا نحتاجوها في كل وجبة، من غير ما نحتاجوا إلى احتساب السعرات الحرارية. الطريقة هذه باش نستعملوا فيها يدينا. البروتينات ما لازمهاش تفوت حجم كف اليد. بالنسبة للنشويات ما لازمهاش تفوت تجويف اليد، وهو ما يقابل 5 إلى 7 ملاعق أكل مثال من الأرز وإلا من المقارونة ولا الكسكسي. بالنسبة للسلطة ما يملأ الحفنة هكايا. بالنسبة للفواكه الجافة ما يملأ التجويف هذايا ونجمو نسكروا عليه صوابعنا. بالنسبة للزيوت ويكون من المستحسن زيت الزيتونة من مغرفة قهوة إلى مغرفة ماكلة. وبالنسبة لقطعة المرطبات اشطر المساحة هذه وسمكها ما يتعداش 2 أصابع. بالطبيعة المرطبات ناخذوها كان مرة كل 4-5 أيام. الكمية بالنسبة للرجال باش تولي دوبل، معناها كل واحد يحسب على يديه ويضرب في 2. بالنسبة للنساء تحسب على يدها من غير ما تضرب في 2. الكميات هذه خاصة بالعباد العاديين. أما العباد الأخرى كما الرياضيين ولا العباد اللي تحتاج حمية غذائية خاصة، هذوكم لازمهم
نمط غذائي آخر وحسابات أخرى. نجيو لوجبة السحور. وجبة السحور لازم نتفاداو فيها كل ما هو سكريات سريعة الهضم، ونجم نتناولوا فيها على سبيل المثال سلطة خضراء ومعها بروتينات كيف عظمة مروبة أو في شكل أومليت أو طرف اللحم، ونجم نزيدوا معاها 3 أو 4 مغارف شوفان مع ياغورت طبيعي مع كعبات فراولة وشوية بنان. ماذا بينا نشرب الماء من 8 إلى 12 كاس، وتكون الكمية هذه متوزعة على كامل فترة الإفطار، تقريبا كل ساعة ناخذ كاس من الماء. بالنسبة للرياضة، الرياضة أحسن وقت نلعب فيها الرياضة هي ما بين العصر والمغرب، خاطر وقتها باش نعليو معدل حرق الدهون في الجسم، باش نقصوا من هرمون الجوع، وباش نحفزوا هرمون الشبع. ولعب الرياضة في الوقت هذاك باش يعاوننا على الاسترخاء والنوم الهادئ. كانت هذه نصايحي لليوم، إن شاء الله كنتوا استفدتوا منها، وإلى اللقاء في نصائح أخرى بإذن الله. سلامة.